السلام عليكم وكل عام وانتم بخير، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. راح أتكلم على المشروب الأحمر والمشروب الأصفر اللي يروجوا كأنهم مشاريب طبيعية، وأنها مشروب البرتقال الطبيعي ولا مشروب التوت الطبيعي، وبدون ذكر اسماء الشركة. هم أحمر وأصفر معروفين، يعني كل رمضان يطلعوا عشان الشركة لا تزعل ترفع لنا قضية زي زميلنا الدكتور. anyhow، لا تشربهم. ليش؟ لأنهم مليانين سكر، جرامات مهولة، وجسمك ما يتحملها ويزيدك عطش ويجهد الأعضاء الحيوية عندك ويجهد الجهاز الهضمي على الفاضي. عبارة عن سعرات خالية مليانة مواد حافظة ومليانة كلرز، فيها صبغات. اللون الأحمر هذا صبغة، هذا مش توت. واللون الأصفر هذا صبغة، هذا مش برتقال. تمام؟ والتوت ما راح يجي ب3 ريال يعني، ولا هو ريالين اوف كورس يعني، بس شوي، بس فكر شوية. on the other hand، على الكفة الأخرى عندك التوت والموز والبطيخ والفراولة. هذه ممتازة جدا في شهر رمضان الكريم، لأنها تحمل سوائل وتخلي جسمك هايدريتد، يعني رطب، ما تعبك في الصيام. والموز أيضا فما يخليك عطشان في نهار رمضان، مقارنة بالأكلات الأخرى اللي مليانة ملح ومليانة زيوت ومليانة سكر. وذات بينج سيد إنه هذا لازم توخر عن الملح والسكر والزيت والزبدة والمقالي، لأن هذه اللي راح تعطشك، وهذه اللي راح تتعبك وتعب قولونك وتجيب لك حموضة وتعبك في النوم وتبهذلك. ما بغض يعني بناهيك عن الشكل، إنه شكل جسمك راح يتدمر. أنا أتكلم نفسيا كيف ممكن تحس جسديا. فالمشروب الأحمر والمشروب الأصفر هذول مشاريب شريرة، أبعد عنهم بيريود. تبي تشرب، اشرب موية بس. تبي تشرب الفواكه، لا تشربها كلها أكل، لأنه لو شربتها راح تنزع أليافها وتشرب مويتها وسكرها. حتى الفاكهة، وهي الفاكهة لو عصرتها راح تشرب مويتها وسكرها بدون أليافها. إذا كان لابد تبي تشرب الفاكهة، تحط البرتقال أو التفاحة أو التوتة زي ما هي في الخلاط وتخلطها، لا تصفي الألياف، اشربها بالبذور وبالألياف حقتها. كذا راح تاخذ الفائدة كاملة بدون ما تدخل نفسك وبدون ما تضر جسمك.